السلام عليكم واحلى تحية حب لاحنا متابعين. النهارده ان شاء الله هنعمل احلى جبنه جميله جدا ان شاء الله، باذن الله تبقى حلوه وسهله وبسيطه. 3 مكونات بس، وهنبدا ونصلي على الرسول ونشوف مع بعض كده. نجيب حليب من الفلاحين السايب دوت، ونغليه او نصفيه كويس ونغليه، نصفيه بشاشه ونغليه. لو من مكان مضمون تكون انتوا ضمناه تكون مكررة منه كذا مرة، تعرفي اللبن ده عايز يصفى ولا لأ، وبعد كده بتغليه. وكمان بقى نخلط مع بعض. ممكن عندنا كريمة لباني، عندنا كريمة حامضة أو علبة زبادي أو زبادي، لا دوت لا ده، حاجة من الاتنين متوفرة وموجودة، لا كريمة لا زبادي. خلاص، أي حاجة موجودة عندكم ممكن تضيفوها. انا حطيت ضفت زبادي، وعشان كمان تبقى متوفرة في كل مكان موجودة. وبيضتين او 3 حسب الكمية اللي انتوا تعملوها، ممكن تضاعفوا الكميات. انا هسيب لكم كمان المقادير ان شاء الله في صندوق الوصف، ممكن تضاعفوا الكمية تعملي كمية اكبر. وكمان بندوبهم كويس جدا. عاوزة الجبنة تبقى حادقة هتضيفي عليها ملح اكتر. هندوبهم كويس جدا، اهم حاجه دوبوهم مع بعض كويس قوي 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 قوي. تمام، حلو جدا. وبعد كده نرجع دوبوهم كويس قوي 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 قوي. تمام، لما يكون خلاص كده تدمجوا مع بعض ودخلوا الزبادي مع الحليب مع البيض قصدي، كويس قوي. تمام، لازم تدوبوهم حلو جدا. ونرجع للبن تاني او الحليب بتاعنا هو على البوتاجاز. خلاص كده غلي معايا. هنزل بقى، طبعا قلتلكوا اغلوه 10 دقايق. بيبقى فيه حاجات لازم بعد 10 دقايق كده لازم نحط بقى كده البيض بتاعنا بالزبادي او الكريمة الحامضة اللي قلتلكوا عليها، تنزلوا بيه شوية شوية ونقلب، شوية شوية ونقلب، يعني حبة حبة كده، مننزلش بيه كله مرة واحدة. بصوا قطعت ازاي، زي اللبن اللي قطع مثلا او كده. بصوا اهي لما تحول لكده هنحطها بقى كده، نشيلها من على النار. خلاص كده احنا مش عايزين اكتر من كده. ونجيب معانا شاشة كده بالشكل ده، مبلولة مية. نجيب مصفى وكمان شاش كده او حاجة نصفي بيها تكون قطن، وننزل الجبنة بتاعتنا تكون سخنة طبعا، خلي بالنا. ننزل كل الجبنة بتاعتنا فيها، وممكن تضاعف الكمية مفيش اي مشكلة.
نخلي بالنا بقى كده ونحاول نقفلها، واوعى وايديكوا تتحرق، عشان احنا هي سخنة، فنخلي بالنا على قد ما تقدروا، ونربطها كويس علشان نصفي منها اي سوائل. تمام، نحاول نصفيها على قد ما نقدر، ونحط عليها اي حاجة تقيلة مليانة مية، مثلا مية، طبق فيه مية او اي حاجة تقيلة يعني، انا احط عليها، صفيها كويس جدا على قد ما نقدر. وبعد كده ممكن نحط عليها حاجة تقيلة، طبق مية كبير، الهون، نجيب كده، انا هملى الكاتل واحطه فوقيها شوية، وهسيبه ساعة، ساعتين، 3، ممكن تسيبها طول الليل، مفيش اي مشكلة. الجو البرد ده مش هيجرى اي حاجة. انا بعد حوالي ساعة كده شفتها اللي هي صفت شوية حلوين وما عادش فيها مية، فاهو بالشكل ده. هشيلها بقى كده، احطها في اي علبة علشان لما اقلبها هوريها لكم بالشكل. طبعا انا لما بشيلها بحطها في علبة في التلاجة، وبعد كده برميش المية بتاعتها دي، ممكن نستخدمها في نعمل بيها فطاير، نعمل بيها كيكات حلوة جدا. بس هسيبها كده ساعة ولا حاجة، وبعدين نقطعها اوريها لكم. والمية بتاعتها طبعا اهي بالشكل ده، ما شاء الله جميلة جدا وحلوة وبسيطة وسهلة، طعمها خطير. ممكن تحطوها مع برجر، ممكن تحطوها يعني اي حاجة انتوا عايزينها. هي حلوة قوي، بس السكينة بتاعتي مش بتقطع قوي، فهي بالشكل ده جميلة قوي ورائعة ومزبدة وحلوة قوي. المية طبعا اللي فيها اللي مش هرميها، بصوا هوريها لكم المية هعمل فيها ايه. المية اللي طلعت منها ممكن نعجن بيها الفطاير، ممكن احط دلوقتي عليها معلقة من الملح وادوبها كويس، واحط الجبنة فيها واقفلها.